تعرف إن جمال عبد الناصر وموشي ديان كانوا جيران في بيت واحد في حارة اليهود؟ ما تستغربش، أنا هحكي لك. حارة اليهود مش بس في مصر، تعرف إن كمان في حارة يهود في فلسطين؟ هنتكلم في الأول عن حارة اليهود في فلسطين، ودي تقريبا أقدم حارة موجودة في العالم، لأن مش بس في فلسطين، في دول أوروبية. حارة اليهود اللي في فلسطين دلوقتي اسمها حي شرف، وده نسبة للأمير شرف الدين نظرا لوجود عدد كبير من اليهود في الحارة. وعشان تبقى عارف، الحارة دي ملاصقة لحائط البراق اللي هو حائط المكة، وما كانش فيها يهود بس، ده كان فيها مسلمين وفيها أقباط، وبيقال إن كمان كان فيها في وقت من الأوقات رومان. يعني هي تعتبر مجمع ديني كبير. لكن لو اتكلمنا عن حارة اليهود اللي موجودة في مصر في حي الجمالية، عشان تبقى عارف هي مش حارة، هو حي مليان حارات كتيرة وكلها ملاصقة لبعض. ليه اسمها حارة اليهود؟ عشان زي ما قلنا ان هي كان فيها عدد كبير من اليهود، بس اي يهود موجودين فيها؟ اليهود محدودين الدخل، لان دايما الطبقة العليا من اليهود في مصر كانت بتسكن في عابدين والعباسية، انما اليهود محدودين الدخل اللي كانوا بيشتغلوا في التجارة والخراطة والصناعة كانوا موجودين في حارة اليهود اللي في الجمالية. زي ما دلوقتي حارة اليهود مشهورة ومعروفة بالتجارة والصناعة، ده من بدري جدا مش جديد. وبما ان احنا بنتكلم عن حارة اليهود، فأكيد فيها معالم يهودية. عايزاك تنزل كده تتجول في الشوارع، هتشوف ان في بيوت كتير جدا عليها نجمة داوود، ودي النجمة السداسية، وبيوت قديمة. وموضوع ان جمال عبد الناصر وموشي ديان كانوا من سكان حارة اليهود وساكنين مع بعض في بيت واحد، ده كان على لسان صاحب البيت. والراجل المسن من سكان الحارة اسمه سيد الحلواني، كمان صاحب البيت اسمه يعقوب سموئيل. وده اللي أكد ان كان جمال عبد الناصر وموشي ديان سكان في بيت واحد. سمعنا ان اليهود عايشين في جيتو. الحارة دي بالنسبة لليهود كانت جيتو. يعني ايه جيتو؟ ده مكان مجمع لليهود فقط، هم كانوا قافلين على نفسهم في حارة اليهود. ولما تروح حارة اليهود هتلاقي بيوت شكلها غريب، بيوت عادية بس هي في الأصل مش عادية، بيوت مكونة من دورين وكل دور تقريبا فيه 6 غرف. عايزة أقول لكم إن مازال إلى الآن بعض البيوت مأجرها الجالية اليهودية في مصر. البيوت دي كان الدور الأول بيكون عبارة عن ورش، وده مازال إلى الآن، والدور التاني كان بيسكنوا فيه اليهود. أنا عايزاك تروح تكتشف وجود اليهود في الحارة وتعرف آثار اليهود حواليك. مصر في صورة، كل صورة هتوديك في حتة مختلفة. مصر في صورة مع علياء الهواري.